أما بعد أيها المسلمون، فإن من أعظم العقوبات التي ابتلينا بها من جراء الذنوب والمعاصي قسوة القلب وجمود العين. قست القلوب حتى صارت كالحجارة، وجمدت العيون حتى غدت كالصخر، فلم تعد القلوب تلين لموعظة ولا لسماع ذكر، ولم تعد العيون تدمع لنزول الموت أو لرؤية قبر. فهلموا عباد الله إلى القلوب نلين قسوتها، ونعالج جمود العين ونستمطر دمعتها، فإن مداواة جمود العين سبيل إلى علاج قسوة القلب. فمتى ظرفت العيون دموعها لانت القلوب وخشعت. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فوالذي نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته، وصلى حتى ينكسر صلبه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قرأتم سجدة سبحان، أي سجدة سورة الإسراء، إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبك عين أحدكم فليبكي قلبه. عباد الله، أكثر السلف رضي الله عنهم من البكاء حتى ظهر ذلك على وجوههم، فكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، وكان ابن عباس رضي الله عنهما تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يبكي حتى يأخذ بكفيه من دموعه فيرمي بها، وأكثر بعضهم من البكاء حتى نسب إليه كيحيى البكاء رحمه الله، وكان أحدهم يبكي حتى تكاد أن تذهب عينه. عباد الله، اعلموا أن للبكاء ثمرات عظيمة وفوائد جليلة في الدنيا والآخرة، نذكرها حثا للنفوس على البكاء وترغيبا لها في بذل الدموع. فمن فوائد البكاء النجاة من النار. روى الترمذي في سننه وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله، ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. كان محمد بن المنكدر رحمه الله إذا بكى مسح وجهه ولحيته بدموعه، وقال: بلغني أن النار لا تأكل موضعا مسته الدموع. وكان عون بن عبد الله إذا حضر مجلس أبي حازم الأعرج يبكي ويمسح وجهه بدموعه، فقيل له: لم تمسح وجهك بدموعك؟ قال: بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانا من جسده إلا حرم الله ذلك المكان على النار. من فوائد البكاء الاستظلال يوم الموقف. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من فوائد البكاء النجاة من فتن الدنيا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ ما المخرج؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والحديث رواه الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. من فوائد البكاء ما ذكره أبو سليمان الدراني رحمه الله قال: ما تغرغرت عين بمائها إلا لم يرهق وجه صاحبها قطر ولا ذلة يوم القيامة. من فوائد البكاء أنه محبب إلى الله تعالى، وإذا أحب الله صفة أحب المتصف بها ولا شك. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لأن أدمع من خشية الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق ب1000 دينار. وقال كعب الأحبار رحمه الله: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. أين العيون الدامعة؟ بل أين العيون الدامعة إذا نزل بها الموت؟ عجيب أن يذكر الإنسان الموت ولا يبكي، ولكن الأعجب أن ينزل به الموت ولا يبكي على نفسه.
ولما حضرت إبراهيم النخعي الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أنتظر رسولا من ربي يبشرني بالجنة أو بالنار. ولما حضرت الوفاة محمد بن المنكدر بكى، فقيل له: ما يبكيك يرحمك الله؟ قال: والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. ولما احتضر هارون الرشيد رحمه الله أمر بحفر قبره، ثم حمل إليه فاطلع فيه فبكى حتى رحم، ثم قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كاسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله، فكفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة على ما يفوتها من طاعة الله عز وجل؟ كان السلف رضي الله عنهم يبكي الواحد منهم عند موته فيسأل عن سبب بكائه فيقول: أبكي على يوم ما صمته وليلة ما قمتها. لما حضرت الوفاة معاذ بن جبل رضي الله عنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وبكى يزيد الرقشي عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار. ثم جعل يقول: يا يزيد، من يصلي لك بعدك؟ ومن يصوم عنك بعدك؟ ومن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال بعدك؟ ويحكم يا إخواني لا تغتروا بشبابكم، فكان قد حل بكم مثل ما قد حل بي. وبكى بعض السلف عندما احتضر وقال: ما تأسفي على دار الهموم والأنكاد والأحزان والخطايا والذنوب، وإنما تأسفي على ليلة نمتها ويوم أفطرته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله. أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة عند سماع المواعظ؟ كم من موعظة سمعناها، وكم من خطبة حضرناها، فما اتعظنا بفحواها ولا عملنا بمحتواها. الآذان صاغية لكن القلوب خاوية والجوارح لاهية، فكيف ينتفع من ذا وصفه بالوعظ؟ فكأن طبع على قلبه فهو غليظ فظ، وليس له من قبول الوعظ نصيب ولا حظ. أين نحن من قوم إذا سمعوا الموعظة رقت قلوبهم ودمعت عيونهم، فكثرت طاعاتهم وقلت معصيتهم؟ فاسمعوا إن كان للكلام صدى، واتعظوا بمن قد مضى، فلربما انجلى عن القلوب الصدى. كان السلف رحمهم الله يبكون عند الموعظة بل ويطلبونها. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدخل عليه يزيد الرقاشي فيقول له: عظني يا يزيد. فقال: اعلم يا أمير المؤمنين أنك أول خليفة تموت، لأنه ليس من خليفة في ذلك الوقت إلا عمر. فبكى عمر ثم قال: زدني يا يزيد. فقال: يا أمير المؤمنين ليس بينك وبين آدم إلا أب ميت. فبكى عمر وقال: زدني يا يزيد. قال: يا أمير المؤمنين ليس بين الجنة والنار منزلة. فسقط عمر مغشيا عليه رحمه الله. الله أكبر أيها المسلمون. أرأيتم كيف تصنع الموعظة الصادقة بالقلوب فتشرق فيها شمس التقى بعد أن مالت للغروب؟ فأنى لنا بواعظ نمحو على يديه بدمع العين أثر الذنوب، بل أنى لنا بمن يقبل الوعظ فيستغفر الله من ذنوبه وإليه يتوب. أين العيون الدامعة؟ أين العيون الدامعة عند رؤية المقابر واتباع الجنائز؟ قال ثابت البناني رحمه الله: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا باكيا. وعن إبراهيم بن الأشعث
قال: كنا إذا خرجنا مع الفضيل بن عياض في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لكأنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة، حتى يبلغ المقابر فيجلس، فكأنه بين الموت جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم، وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. وكان عمرو بن عتبة رحمه الله يخرج على فرسه ليلا إلى المقبرة فيقف على القبور فيقول: يا أهل القبور، قد طويت الصحف ورفعت الأعمال، ثم يبكي ويصف قدميه يصلي حتى يصبح، فيرجع فيشهد صلاة الصبح مع الناس. قال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى، ثم أقبل علي فقال: يا ميمون، هذه قبور آباء بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء وأصابت الهوام مقيلا في أبدانهم. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، فسئل عن ذلك وقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. والحديث رواه الترمذي في سننه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وأخيرا، أين العيون الدامعة؟ عباد الله، إن الله عز وجل أمركم بأمر عظيم جليل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.